السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الا اول مره يتابعني، انا داليا السيد بقدم لكم محتوى طبخ. يا ريت اللي مشتركش لسه في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض المندي بطريقه سهله وبسيطه، زي ما انتم شايفين كده يطلع معاكم بالشكل الحلو ده. هنا البهارات بتاعتي: معلقه كبيره كاتشب، معلقه كبيره زيت، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره بهارات الفراخ، معلقة كبيرة دبس رمان، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة صلصة. وبس كده. هقلب البهارات بتاعتي مع بعضها كده وخلاص. ادي الفرخة بتاعتي زي ما قلنا، حجمها يكون صغير. هفتحها من كل الاتجاهات عشان تشرب من الخلطة. هنا هخليها تشرب الخلطة، هنزل بقى دعكة من تحت الجلد بقى وايه، وهظبطها في كل الاماكن زي ما انتم شايفين كده. شربتها من كل الاتجاهات. هحطها، انتوا ممكن طبعا تعملوا كده على طول، بس انا كنت هعملها تاني يوم، فانا حطيتها في كيس محكم الغلق وهحطه في التلاجة. انا محتاجة هنا للرز بتاعي بصلاية متوسطة الحجم، هقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعة، واللي وصل معايا لحد هنا ينزل، ولسه ما دوستش لايك يدوس لايك. هبشر جزراية برضو صغيرة معايا. معايا على النار هنا معلقة كبيرة زبدة ومعلقة زيت. احط فيهم فصين مستكة، فصين حبهان، ورق لوري، قرفة خشب. هنزل بالبصل بتاعي، انا عايزة ادبل البصل بس مش هحمره. ريحة البهارات مع البصل مع الجزر ريحتهم تحفة، هتخلي رز حلو. هنا برضو هنزل بالجزر بتاعي، هدبله برضو. هنا انا استخدم كوباية واحدة رز، فانا هستخدم كوبايتين مية مغلية. هضيف الملح بتاعي. هنا بقى هجيب البايركس وهحط فيه الرز. هنا غسلاه كويس ومصفياه. هحط الخليط اللي انا عملته على النار ده. هنا ممكن تضيفوا قرن شطة وكام فص توم، بس انا ما ضفتش صراحة. هنا بقى انا عايزة ايه، الورق بتاعي يكون محمل، الورق الحراري بتاعي يكون محمل. لو مش محمل هتعملي ورقتين على بعض، متستخسريش يعني. بصي، كلفي يلا لفي بقى، غطيها حلو قوي، عايزاكي تكبسيها عشان البخار ما يطلعش بره. هنا هحط ورق زبدة برضو عشان احط عليه الفراخ. هخرم من كل الاتجاهات. على فكرة لو مش موجود ورق زبدة عادي ممكن تستغني عنه، بس انا هنا بحب احطه يبقى فاصل بين الورق الحراري والورق والفراخ. احط الفرخة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده فوق الرز. احط باقي التتبيلة عليها كده. هغطيها برضو بورقة فويل. عايزة اقفل عليها بحيث ان تستوي، البخار بتاعها ما يطلعش خالص، لان البخار اللي هيسويها يا جماعة. قفلت البايركس حلو، يلا حطوه في الفرن بقى، درجة حرارة 200. بعد كده هدي النار يعني ربع ساعة وهدوا النار عشان الرز بتاعك ما يتحرقش، عشان يستوي حلو. زي ما انتم شايفين الرز طالع مفلفل وتحفة وكان رهيب صراحة. هتقدميها بقى بالشكل ده، هتمشي معاكي بقى في عزايم، أكلة سريعة، مش عايزة توسخي مواعين كتير. يعني شوفوا انتوا حابين تقدموها ازاي وقدموها. وادي شوية مكسرات صارفين ومكلفين.
وادي الشكل النهائي. شكلها تحفة يا جماعة وطعمها رهيب.